والله ما بحور عليك، بس سامسونج اعلنت رسمي عن الاس 25 ايدج. لسه المؤتمر بتاع سامسونج خلصان وفيه مفاجآت كتير قوي، واول حاجه سامسونج ابتدت بيه المؤتمر ده هو الذكاء الاصطناعي، وانك هتقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي ده في حياتك اليوميه. انك لو صورت صوره وحد من ظهره شايل شنطه مثلا عجبتك، هتعمل عليها دوريه كده ويظهر لك بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي الشنطه دي سعرها كام وبتتباع فين والقصه دي كلها. وان الذكاء الاصطناعي هيقدر يدعم 20 لغه، فبالتالي هيقدر يترجم لك لغات او مكالمات تانية وانت بتكلم اشخاص تانية. وفي حاجة بقى في المؤتمر سامسونج قعدت تتكلم عليها، وهو بيرسونال داتا انجن، وده يعني كل بياناتك الشخصية، الفيز، كل الباسوردات بتاع اكونتات السوشيال ميديا، ايا كان اي حاجة فيها سرية او حاجة بيرسونال او شخصية قوي هتبقى محطوطة في الانجن ده، اللي هو يعتبر ده الحماية بتاعتك يعني. فما تقلقش من القصة دي. كمان الذكاء الاصطناعي هيقدر ان هو مثلا النهارده انت رحت الجيم في ميعاد معين، انت رحت في نفس الميعاد بتاع امبارح، فهيقدر يقترح عليك الاغاني او الحاجات اللي انت كنت بتسمعها في الجيم او بتستخدمها، يعرضها لك في اليوم الجديد. واخيرا كمان هنشوف الوان يو اي 7 اللي هيكون فيه حاجه مخصصه للاي اي، هتبقى على اليمين كده فوق اسمها اي اي سيلكت. هيبقى اي حاجه بتعرضها على الموبايل الاي اي شايفها، الاي اي هيطلع لك الداتا بتاعتها، الاي اي بص هيراقب عليك في كل حاجه موجوده على السكرين بتاعت الموبايل. وهتقدر كمان تكلم الذكاء الاصطناعي فتقول له مثلا ان عينك وجعاك، فهو يقترح عليك اقتراح في السيتنج مثلا ان انت تشغل خاصيه معينه انها تقدر تحملك عينك من النور القوي بتاع شاشه الموبايل. كمان مش كده وبس، انت تقدر كمان تكلمه تقول له دور لي في الصور السنه اللي فاتت عن كلب معين انت مسميه مثلا على تليفونك، الكلب بتاعك ليه فولدر على موبايلك، هتقول له دور لي السنه اللي فاتت انه مش عارف ايه سنه كذا كان لابس مثلا حاجه معينه، فهو يطلع لك كل الصور اللي فيها الكلب، فيقترح عليك الصور وتختار بقى انت من 5 6 صور متشابهين، تختار انت الصوره اللي انت عايزها. كمان الاي اي لو في اغاني شغاله في الباك جراوند هيقدر ان هو يسمعها ويجيبها لك سيرش على جوجل. لو انت حابب الاغنيه دي عايز تسمعها تاني، عايز تعرف مين اللي مغنيها، كل الداتا بتاعتها، عادي الاي اي هيعمل لك كل القصه دي. بتشوف عادي القصه دي من ابلكيشنز يعني. كمان زي ما قلت لكم في فيديو التسريبات اللي احنا كنا عاملينه من حوالي شهر تقريبا، سامسونج عملت تعاقد مع جوجل جيميناي. جوجل جيميناي دلوقتي هتقدر تكلمه من الموبايل من غير ابلكيشن، وان هو بقى يدعم ابلكيشنز كتير من سامسونج بعد ما كان بيدعم كام ابلكيشن محدود بس من اليوتيوب وحاجات زي كده. وتقدر بقى تطلب منه كذا امر يعمله لك، ان انت مثلا تطلب منه نصائح في حاجه معينه ويحطها لك في النوت بتاعه الموبايل. كمان ممكن تفتح جوجل جيميناي على الموبايل، ولو حد فتح لايف تقدر تتناقش معاه عن اللي بيحصل في اللايف. كمان تقدر تساله عن رايه في الصور اللي انت خدتها وان هي حلوه ولا لا، ولو عايز تتعدل ايه، وتعدل كونتراست ايه قد ايه، وتعدل برايتنس قد ايه. فبصراحه ميزه حلوه جدا. بس الحقيقه ان احنا كل الحاجات دي كلها في الاغلب شفناها من تليفونات تانية، بس التقيل والجامد لسه جاي قدام. قبل ما نكمل بس ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، الجمال بتوعك يا صديقي. نروح بقى للسامسونج اس 25، الموبايل اللي فعلا احنا قاعدين مستنيينه في المؤتمر ده. الموبايل ده زي ما قلت لكم في فيديو التسريبات، والتسريبات فعلا طلعت صح، ان الموبايل المعالج بتاعه هيكون من سناب دراجون 8. قعدوا يتكلموا ان ده احسن معالج في موبايل جالاكسي عموما، وان الام بي يو هيكون اعلى 40% عن اي موبايل تاني، وان هو هيكون اقوى 5 مرات عن اي موبايل تاني، وان الموبايل بيدعم مود الاتش دي ار بلس، وفي مود جديد اسمه برو سكولر ده هيخلي الصور بتاعتك احلى بكتير من الصور اللي كان الموبايل الطبيعي بياخدها، وان الاصدار ده من هواتف جالاكسي هيكون اعلى 40% في الريت ريسنج، وهيخليك تقدر تلعب العاب لمده طويله قوي والموبايل ما يسخنش منك، ده بفضل المعالج طبعا. من ناحيه بطاريه الجهاز هم ما حددوش البطاريه كام ملي امبير بالظبط، بس قالوا ان انت تقدر تتفرج على فيديو لمده 31 ساعه متواصله من غير ما تشحن الموبايل. من ناحيه بقى حواف الموبايل، فالموبايل بقى واخد كيرف كده، مش واخد الكات كده اللي احنا متعودين عليه من فئه سامسونج الترا يعني. وان حواف الشاشه او السمك الاسود اللي في اطراف الشاشه ده بقى اصغر، فبالتالي كبر حجم الشاشه مش الموبايل، بقت 6.9 مللي. ويتكلموا كمان ان فئه الالترا هيكون الحواف بتاعتها من التيتانيوم، وباقي الاصدارات هيكون من الالومنيوم. من ناحيه الكاميرات بقى شايفين شكل الكاميرات زي ما شفنا في التسريبات. طبعا شكل الكاميرات بقت الدوريه اللي عليها اغمق شويه، شكلها اتغير عن الاصدارات القديمه. وضافوا نظام جديد للتصوير في الموبايل ده اسمه برو فيجوال انجن، ده نظام هيحسن لك السكين تون قوي وانت بتتصور، وكمان يظبط لك الالوان بتاعت الصوره كده ويدلعها.
كمان في اصدارات الاس 25 هتقدر تتحكم في البورتريه بتاعك هيتحسن، ده لان انت بتعرف تتحكم في فتحه العدسه، فتقدر تخليها 1.8 لحد 11 واكتر طبعا، بس انت هتشوف المناسب ليك قبل ما تصور. كمان ميزه الكالر تون، الميزه دي هتقدر ان انت تاخد اي جريدينت او تدريجة الوان من اي صورة تانية تحطها في الصورة اللي انت عايزها. مش كده وبس، ده انت كمان هتقدر تعدل على الكالر جريدينت ده بكل تفاصيله. يعني دي ميزة حلوة جدا بصراحة. تقدر انك لو شفت شوت مثلا سينماتيك ولا حاجة وعجبك الالوان بتاعته، تقدر انك تاخدها وتحطها على الصورة بتاعتك. من ناحية الكاميرات بقى وزي التسريبات، برضو اعلنوا رسمي ان الكاميرا الالترا وايد هتكون 48 ميجا بكسل، وده تقريبا اقوى تحديث او اقوى ابجريد حصل في الكاميرات في الموبايل ده. باقي الكاميرات عادي زي ما هي، الكاميرا الاساسيه 200 ميجا بكسل، والكاميرا التليفوتو هتكون 50 ميجا بكسل، والكاميرا السيلفي اللي قدام 12 ميجا بكسل، كل حاجه زي ما هي. بس الارقام دي لفئه الالترا، اما الفئه العاديه والبلس هتكون الكاميرا الالترا وايد عادي 12 ميجا بكسل زي ما هي، والكاميرا الاساسيه بتاعت الموبايل عادي 50 ميجا بكسل، والكاميرا التليفوتو هتكون 10 ميجا بكسل، والكاميرا السيلفي هتكون 12 ميجا بكسل. طبعا في فرق كبير في ارقام الكاميرات الصراحه، يعني لا تقارن. كمان الالترا في ميزه قويه جدا، وانك تقدر تصور لوج فيديو، ودي حاجه اول مره تحصل في سلسله سامسونج. اللي ما يعرفش يعني ايه تصوير لوج ده، يعني انت بتاخد الفيديو خام من غير اي الوان من الكاميرا اللي انت صورتها او من الموبايل طبعا دلوقتي، بعدين تاخدهم على اي برنامج دافنشي مثلا او بريمير او اي برنامج تعديل الوان، هتقدر انك تتحكم في كل الالوان اللي في الفيديو اكتر من ان يكون الفيديو او الكاميرا نفسها مصوراه بالوان. وميزه الصوت انك تقدر تحدد او تلعب في الصوت اللي حواليك. يعني انت لو سجلت مثلا فيديو مع شخص قاعد على البحر دلوقتي، هتقدر تحدد صوته من الهواء، تعزل الهواء وتحدد درجته قد ايه، والصوت الشخص ده يبقى قوي قد ايه. مش مجرد بس اي وهيعزل لك الصوت وخلاص، انت هتعمل كل حاجه مانوال بايدك زي ما انت عايز. قعدوا بقى زي الطبيعي يتكلموا شويه عن الابلكيشن الصحه، وان هو هيقدر يقول لك مثلا ان انت النهارده هتنام عدد ساعات قليله فالانرجي بتاعتك هتكون قليله، انت امبارح نايم احسن، وكل التفاصيل دي. وان الابلكيشن كمان هيقدر يقترح عليك الاكل الهيلثي انك تاكله وبتاع، وكمان هتقدر انك تكلمه وتقول له المود اللي انت فيه، فهو يقترح عليك تعمل ايه عشان تخرج من المود الوحش مثلا اللي انت فيه. من ناحيه البطاريات، هم قعدوا يتكلموا شويه ان هم اعادوا تصنيع البطاريات اللي استهلكت او باظت. طبعا انت مش هيديك بطاريه مستعمله، لا هو دمرها خالص وخد المواد بتاعتها عمل بيها بطاريات جديده. وفي مود محطوط اسمه اوشن مود، ده محطوط للالترا عشان تصور تحت الميه بكواليتي حلو. من ناحيه الاسعار بقى، فالالترا هيكون ب $1299، والاس ال 25 ب 799، والاس ال 25 بلس ب $999. وان الموبايل هتقدر تشتريه او تاخده من سامسونج يوم 7/2، والبري اوردر من النهارده. وفي اول مؤتمر كده اتكلموا عن نظاره اندرويد كده اكس ار، ما اتكلموش عليها كتير يعني، هم عرضوها بس. وكمان حصل في نهايه المؤتمر بعد ما خلاص انا كنت هقوم وامشي، مفاجاه كبيره ان الاس 25 ايدج اتكلموا عنه، ومعرفش هو رجع تاني. موبايل رفيع جدا، من ارفع الموبايلات في السلسله دي، معرفش هينزل مع الموبايلات بقى، هيعلنوا عنه خلال كام يوم لوحده. ما اتكلموش عنه بصراحة في اي حاجة، وزعلت جدا ان هم ما اتكلموش. كان نفسنا سلسلة الايدج اللي معانا من زمان قوي في السامسونج كانوا يدينا حتى اي تفاصيل عنها، هم ما ادوناش غير ان الموبايل هيكون رفيع جدا، وده ارفع موبايل في السلسلة. بس كده يا صديقي، هو ده اللي حصل في المؤتمر. ما تنساش تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. الجمل بتوعك يا صديقي. سلام.